اي حد من مواليد 84 وانت طالع لما تشوفه خده في حضنك اوتوماتيكلي. ده اتغفل، ده وهو صغير كان المفروض يغنوا له كده في السبوع بتاعه حلقاتك برجلاتك خازوق معاك كل مراحل حياتك. انا قلت صيف يومين صاحي على ضرب امريكا لايران. بدات احس ان الكوكب مشخصن الامور على جيلنا، يعني هو انتوا تمام انتوا تمام، الجيل ده بقى هو ده اصله مش طبيعي. هديك مثال، انا مواليد 1989 اتولدت في دوله الكويت. سنه 90 العراق دخلت الكويت، الغزو العراقي. قلنا صدفه معلش، نزلنا القاهره سنة 92 زلزال، أكبر زلزال فيكي يا بلد. قلنا معلش يا جدع بتحصل عادي، أنا عايزك تحط نفسك مكاني، طفل عنده 3 سنين عامل كده أهو، أنا مولود عامل كده. قلنا الحل في التعليم، إحنا نتعلم بقى عشان لما نتخرج نسافر بره، الدنيا بره أكيد الكوكب في حتتنا. بس 2001 أحداث 11 سبتمبر، بره اتضرب ولبسناها إحنا، مع إن مش إحنا بس لبسناها إحنا. دخلنا الجامعة قلنا الحل في الوظيفة، خلاص هو ده الحل. 2010 الأزمة الاقتصادية في اليونان، بلد في قارة تانية، فإحنا قلنا طز مش عندنا إحنا تمام، أثرت على العالم كله. عامل زي ما يكون حد كعب لحد في اسكندريه فقام حد من المنوفيه وقع. كملت تعليم، جيت اتخرج بقى عشان اشوف السلم الوظيفي، نازل كده من سلم بيتنا اشوف السلم الوظيفي، حد على السلم قال لي ارجع ارجع عندنا حظر. قامت ثوره في البلد كلها، مصر كلها قامت فيها ثوره. خلصت الثوره قلت اشتغل بقى، ما انا لازم اعوم ضد التيار، قاموا عوموا الجنيه. قلت معلش هشتغل، يعني هشتغل، ما انا لازم اشتغل. اشتغلت كام سنه بقى ولسه هترقى واقول هي وابدا، لقيت واحد بيقول لي ايه انت هتقول ايه ليه؟ ارجع بيتك. قلت له ايه حظر تاني ثوره تاني؟ قال لي لا كورونا. قلت له ايه كورونا دي؟ قال لي لا ما فيش، ده واحد في الصين كل خفاش بصراحه يعني. قال لي ارجع وهنبلغك الحظر هيتشال امتى بقى وتنزل امتى. الترقيه وقفت وحياتي وقفت سنتين يا راجل. ده انا قلت اخد مراتي واروح اسكندريه نشوف بحر كده، لقيت النوه بتاعت اسكندريه ما جاتش من سنين، جت في نص الصيف، الكافيهات كلها بتتقلب. عربيه صاحبي اللي كان المفروض هنلف بيها في اسكندريه وقعت عليها بلكونه عماره، مش طوبه مش لوح خشب، بلكونه كامله نزلت على العربيه. اسمه هشام الواد على فكره، جاب سكوتر رمى العربيه وجاب سكوتر. ودلوقتي امريكا والصهاينه ضربوا ايران، يعني جنبنا في مصر وجنب عيلتي في الكويت. في الفقع ده كله عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ ان الاغنيه بتاعت اللي بتمثل جيلنا، اللي لموا كل المطربين اللي احنا بنحبهم ويلا نعمل للجيل ده اغنيه تحفزه، بتقول جاي بكره نهار جديد نفرح فيه يفرح فينا. فحب اطمنكم ان هو فرح فينا قوي قوي، والله العظيم ما كذبوا.